مساء الخير مستمعي متابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا بكم في برنامج خاص بانوراما 2021 حول المشاريع الخدمية في إقليم الجزيرة. شهد إقليم الجزيرة عام 2021 نقص في الخدمات من ناحية انقطاع الكهرباء والماء، إضافة لارتفاع جنوني للأسعار مع تطبيق قانون قيصر قبل عام وتداعياته على الحالة الاقتصادية والمعيشية على مستوى سوريا بشكل عام، وشمال شرق سوريا أيضا جزء لا يتجزأ من هذه التأثيرات على الناحية الاقتصادية والمعيشية وتدني قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وخاصة أن مناطقنا تعيش حالة شبه حصار بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في المنطقة وفرض الإغلاق وحظر التجوال الكلي والجزئي، مما أثر على مواعيد تنفيذ المشاريع الأساسية والخدمية في إقليم الجزيرة. ما هي أبرز المشاريع الخدمية التي نفذتها الإدارة الذاتية في هذا العام؟ هل تم وضع حل لمشكلة المياه في المنطقة؟ أبرز الخطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها في العام القادم 2022. مواضيع وأسئلة عديدة سنطرحها على ضيفي في الاستوديو السيد سليمان عرب، الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة. مساء الخير سيد سليمان، أهلا بكم في برنامج بانوراما 2021. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا. بداية سيد سليمان، لو تحدث عن الواقع الخدمي في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2021، أبرز المشاريع التي نفذت في المنطقة. بداية تحية لكم ولجميع المستمعين. اليوم كان عيد الميلاد المجيد، نعم. وبارك هذا العيد لشعبنا بالعموم والشعب المسيحي السورياني بشكل خاص. سنة عام 2021 بالنسبة لنا كانت سنة صعبة، سنة نستطيع أن نقول بدون عنوان، كون الهيئة والبلديات مرت بظروف صعبة، وكانت سير الخدمات متعثرا خلال عام 2021. هناك أسباب عديدة لذلك، ولكن على رأس الأسباب الأزمة التي تعيشها المنطقة بالعموم ومناطق شمال شرق سوريا، الإدارة الذاتية بشكل خاص، وأخص الأزمة الاقتصادية والمالية، كون الاقتصادات في المنطقة تتدهور، ونحن جزء من النظام السياسي والإداري في عموم الشرق الأوسط. نلاحظ التدهور الاقتصادي للليرة التركية وأيضا للليرة السورية واللبنانية، والأزمة في العراق وفي إيران. بالعموم نحن نتأثر بهذه الأزمات، وكان لها تأثير بشكل مباشر على الميزانيات الخاصة بهيئتنا، كون البلديات تعتمد بشكل رئيسي على الميزانيات الاستثمارية لإقامة المشاريع. تأخرت الميزانيات للإدارة الذاتية العام الماضي، وصلت إلى الشهر 8 و9 إلى أن استلمت البلديات الكتل المالية. نعم. سيد سليمان، عفوا على المقاطعة، لكن رح ناخذ فاصل ونرجع. في خطأ في الصوت.
نعم سيد سليمان، عفوا عن المقاطعة، كنت تتحدث عن المشاريع وأسباب والأزمة التي تعيشها المنطقة. بالطبع هناك أزمة اقتصادية في العموم نعم. وفي المنطقة، ونحن أيضا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا نتأثر بهذه الأزمات، كما تأثرنا بالأزمة الصحية والبيولوجية لانتشار وباء كورونا. أيضا نحن في البلديات والعمل الخدمي بشكل خاص تأثر سلبيا بنتائج الحظر الكلي ونتائج انتشار الوباء والأعمال الإضافية التي توكلت بها البلديات من أجل مواجهة هذا الوباء. أيضا كان له تأثير. كانت هناك أسباب أخرى متعلقة بالاستقرار السياسي وبتهديدات دولة تركيا، دولة الاحتلال التركي، والهجمات على المنطقة، القصف المناطق، العديد من المناطق زرقان والدرباسية وتلتمر. نعم. والمناطق أخرى عديدة، كلها كانت أسباب في تقليص الخدمات، وتأثرت البلديات بهذه الظروف. ولكن نستطيع أن نقول أيضا أن هناك كانت العديد من المشاريع الأخرى. نعم، نحكي عن المشاريع سيد سليمان. وفي أي المناطق؟ على رأس المشاريع كانت مشاريع المياه. يعني عام 2021 هو العام الذي تم فيه إيصال مياه نهر الفرات إلى مدينة الحسكة. نعم. يعني هو تاريخيا يعتبر إنجاز تاريخي للإدارة الذاتية، كون المشروع هو مشروع ضخم، استجرار المياه عبر 4 محطات لتصل إلى مدينة الحسكة. هذا يعتبر إنجاز كبير جدا. أيضا هناك مشاريع الصرف الصحي في مدينة قامشلو، مشروع صرف صحي حلكو. العام السابق وعدتكم بإنجاز هذا المشروع، وهو مشروع ضخم يعني يخدم أكثر من نصف مدينة قامشلو. الآن هذا المشروع تم إنجازه أكثر من 85%. نحن في المراحل النهائية لإنجاز هذا المشروع. أيضا هناك مشاريع متعلقة بتعبيد الطرق، طريق درباسية الدولي وطريق قامشلو عمودة، يعني كان بالفترة الأخيرة. والمشاريع على عموم جغرافيا إقليم الجزيرة في كل البلديات تم إنجاز المشاريع التي كانت مخطط لها خلال عام 2021. طبعا خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من مشاريع التسفيت والتعبيد والصرف الصحي والمياه العديد مشاريع تعتبر صغيرة بالنسبة لنا في البلديات، ولكن هناك بعض الخطوات الأخرى أود الإشارة إليها كونها مهمة. تم خلال عام 2021 إنجاز أو إصدار قانونين أساسيين متعلق بعمل البلديات والبيئة، وقانون المخالفات. نعم. وقانون النظافة. يعني قانون المخالفات يعتبر من القوانين الصعبة إصدارها وأيضا تنفيذها. الآن أهمية هذه القوانين. الآن نحن بصدد تطبيق هذا القانون، كون قانون المخالفات كان قديما ولم يكن رادعا للوقوف أمام المخالفات الكبيرة في أغلبية المدن في إقليم الجزيرة، وكانت هناك صعوبة، وبالأحرى استفاد منه المخالفين والطبقة التي كانت تخالف وتبني بالشكل العشوائي أو المخالفة، كون المخالفة لم تكن رادعة لا من الناحية القانونية والمحاسبة، لا من ناحية الحبس أو نقول أو من ناحية المادية. يعني كانت بسبب التغيرات في قيمة الدولار، كانت قديمة القوانين ولم تكن رادعة. لذلك الآن نحن بصدد تنفيذ هذا القانون. أيضا تشكلت لجان مطلوبة، وأريد أن أكون صريحا، هناك صعوبة في تطبيق هذا القانون.
كون هناك فئة عدم كبيرة، التزام الشعب، فئة كبيرة أصبحت مخالفة. هناك أبنية على الأملاك العامة، هناك مخالفات كبيرة تستوجب تسويات قد تصل إلى ملايين الدولارات. هذا يحتاج إلى قرارات على مستوى الإدارة الذاتية، ويحتاج إلى تكاتف ودعم من المؤسسات الأخرى خارج هيئة الإدارة المحلية والبيئة، بشكل خاص الدواوين العدالة والأصايش، وحتى تصل إلى القوى العسكرية لمساعدة الهيئة في تطبيق هذا القانون. نعم. قانون النظافة أيضا هو قانون مهم جدا متعلق بالركيزة المهمة وهي الإيكولوجيا والبيئة. قانون النظافة تم التصديق في المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة في الآونة الأخيرة قبل فترة قصيرة. نعم. سيد سليمان، ذكرت عن المشاريع بشكل عام، مشاريع المياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق، سنتكلم عنها بشكل مفصل، لكن ما هي التكاليف والميزانية التي خصصت لهذه المشاريع؟ قبل أن أجاوب على السؤال، هناك خطوة أيضا مهمة لكي لا ننسى، كون تم في تقديم كد وتعب كبير من قبل العديد من الرفاق، هو انعقاد المنتدى الدولي للمياه. نعم، سنتحدث عن هذا المنتدى. تمام. لكن في سؤال المياه أريد عن التكاليف والميزانية سيد سليمان. الميزانية التي كانت مخصصة للعام السابق كانت $2,285,000 $285,000 أمريكي. طبعا كانت الميزانية قليلة جدا مقارنة مع الأعوام السابقة، وكان لدينا اعتراض وأنا صريح على الإعلام بهذا الشيء، وكانت لنا نقاشات حادة ومطالب وعقد عديد من الاجتماعات بالشأن الميزانية بشكل خاص، ولكن كانت هناك التفهم للأزمة المالية والاقتصادية التي تمر عليها المنطقة ونحن في الإدارة الذاتية، وتم توزيع الميزانية بآلية ديمقراطية. نحن في هيئة الإدارة المحلية والبيئة وبشكل خاص البلديات، كوننا مؤسسات خدمية ولنا ارتباط مباشر مع الشعب، والنظام الإداري في الإدارة الذاتية يعتمد على فلسفة الأمة الديمقراطية، ولها ركائز 3، وهي الديمقراطية والمجتمع الأخلاقي والسياسي وحرية المرأة والإيكولوجيا. نحن اعتمدنا على هذه الأسس في توزيع الميزانية، وهذا من جانب الإيديولوجي والفلسفي للإدارة. ولكن ما يخص الركيزة الأولى وهي الديمقراطية والتعامل مع الشعب، تم عقد الاجتماعات في الكومينات والمجالس على كامل جغرافيا إقليم الجزيرة، وتم مناقشة الشعب بالمشاريع والأولويات التي لابد للبلديات أن تنفذها بالرغم من قلة الميزانية. يعني نحن وضحنا أن الميزانية قليلة، ولكن هذا الموجود، بهذا الموجود لابد لن أن نكون عادلين، أن نكون شفافين. يعني قصدك استطعتم بميزانية القليلة تنفيذ المشاريع؟ طبعا تم تنفيذ المشاريع العديدة التي وافق عليها الشعب في الكومينات، ونحن أعتقد أننا كنا عادلين في هذا الشأن. يعني ما كان بين أيدينا من ميزانية تم توزيعها بشكل عادل وشفاف وديمقراطي، نستطيع أن نقول مع الشعب. يعني لم تكن اتخاذ أو اختيار هذه المشاريع بقرار من الهيئة أو من المجلس في البلدية، كان بقرار من الشعب. سيد سليمان، بالنسبة للمشاريع التي لم تستطع الهيئة تنفيذها، وشو السبب؟ من أبرز ما عانيناه من صعوبات، والسبب الرئيسي بعدم تنفيذ وهو تعبيد الطرق، طريق عمود الدولي، طريق مشلو علي فرو. لم تستطع تنفيذ هذا المشروع؟ نحن لا نقول أننا لم نستطع تنفيذها، لم تتوفر المواد اللازمة بالمقاييس النظامية من أجل تزفيت وتعبيد هذه الطرق. من المهم لشعبنا أن يعرف هذا الأمر. نحن لدينا الميزانيات المخصصة للطرق
ولدينا الخطط والدراسات ونحن مستعدين للتنفيذ، ولكن لم تتوفر المادة الزفتية بالمقاييس النظامية. وأريد أن أوضح هذه نقطة مهمة جدا. نحن كنا على وعد أو على أمل أنه يتم بناء مصفاة للزفت في شمال شرق سوريا. نعم، تم ذكرها السنة الماضية كمان. أيضا ذكرتها نعم. العام الماضي. الآن تم إنجازها وتم إنتاج المادة النظامية وتم تعبيد الطريق الدرباسية بها والطريق الواصل ما بين هيمو ومفرق هرم الشيخ على طريق عمودة قامشلو، ولكن توقفت المصفات لأسباب فنية وكانت في نهاية الموسم وأدت الأسباب المناخية وانخفاض درجات الحرارة إلى ذلك. يعني السبب الرئيسي بعدم تنفيذ المشاريع الحيوية يعني مشاريع الطرق هي المشاريع، وهي مشاريع استراتيجية تتطلب ميزانيات عالية وخبرات فنية كبيرة، وهي التي نستطيع أن نقول التي ترى بالعين أو التي يتحدث عنها الشعب. هناك العديد من المشاريع التي نحن ننفذها لا يشاهدونها بالعين ولا يعلم بها الكثير من الشعب، ولكن مشاريع الطرق هي المشاريع الاستراتيجية. لذلك عدم تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب كان السبب الأساسي هو عدم توفر المادة بالمقاييس النظامية. وأريد أن أشير هنا إلى نقطة جدا مهمة، وهي أن المجابل وشركات الزفت، وهي 3 في إقليم الجزيرة تابعة لهيئتنا، وهي جودي وزغرس ومجبل الحسكة. هذه المجابل يعني استطاعت أن تفرش مادة الزفت اللي نحن نطلق عليها بكمية أكثر من 50,000 متر مكعب. 50,000 متر مكعب من مادة الزفت. طبعا كانت الخطة هي الطرق الفرعية في الأحياء وفي طرق القرى. نعم. لذلك لم يكن واضحا للشعب أننا نقوم بهذه الكميات، للعلم أن النظام لم يكن يفرش مثل هذه الكمية. أنتم تركزون على الطرق الرئيسية؟ سابقا البلديات السابقة أيام قبل الإدارة الذاتية أكثر من 5 سنوات لم تكن يستطيع النظام أن يفرش ما نحن أنجزناه خلال عام واحد، ولكن لا غير واضح كوننا هذه المادة غير نظامية بالمقاييس المطلوبة. وتم إنجازها في طرق الفرعية. لكن سيد سليمان، في عام 2019 أطلقتم مشروع بتسفيد وتعبيد الطرق، حتى الآن لم تنفذوه على الكامل. هناك شكاوي يومية بخصوص الطرق الرئيسية والفرعية، كيف ترد على ذلك؟ بالتأكيد هناك، نحن أيضا نسير على هذه الطرق. نعم. ونعاني ونشاهدها بأم العين. نحن لا نستطيع أن نقول نعم. أننا لا توجد مشاكل ولا طرقية نظامية، ولكن طريق سيمالكا وهو طريق حيوي مع الأسف الآن المعبر مغلق بقرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق، وهذا شأن موضوع آخر. ولكن الطريق الواصل ما بين خانة سري وسيمالكا أنجزناه ويعتبر إنجاز كبير جدا. نعم. من ناحية تزفيت الطريق، والآن طريق ممتاز جيدا جدا يعني. ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى التي لا نستطيع أن نعبد الطريق. عدم الإمكانية. الموضوع ليس موضوع إمكانيات فقط، موضوع أن أشير مرة أخرى أن عدم توفر المادة النظامية. إذا أن نحن الآن نستطيع أن نعبد الطريق من عمودة إلى قامشلو، والنتيجة كانت أنه تم بعد 2 أو 3 تخريب الطريق مرة أخرى. نعم. لماذا يعود السبب؟ السبب لا يعود إلى الأسباب الفنية أو السيارات الثقيلة أو الظروف المناخية. السبب الرئيسي هو أن المادة نفسها ليست بالمواصفات النظامية. لذلك نحن لا نود أن نعبد الطرق الرئيسية بالمادة الغير نظامية، وهذا لابد لشعبنا أن يعلم هذا. يعني نعم. من المهم لأنه سبب مقنع فعلا. يعني المنطقة تمر بظروف صعبة، المنطقة محاصرة، لا تتوفر المادة النظامية. لوضح نقطة أكثر،
المازوت المستخدم في السيارات وفي التدفئة وفي المازوت الموجود حاليا في المنطقة ليس بالمواصفات النظامية، والجميع يعلم ذلك. نعم. السبب الحراقات أو المصافي البدائية في المنطقة، كوننا نضطر للجوء إليها، ومادة الزفت والبيتومين الداخلة في المادة الزفتية هي أيضا بنفس المواصفات. لذلك نحن لا نود نحاول الحصول عليها. الآن المصفات جاهزة حسب الفترة الأخيرة. نحاول العام القادم إن شاء الله أن نعبد الطرق بالمادة النظامية. نعم سيد سليمان، لدي مواضيع وأسئلة عديدة سأطرحها عليك، لكن لكي يساعدنا الوقت سأنتقل لموضوع آخر. نأتي لمشروع الإنارة بالطاقة الشمسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر الكردي. الهدف من هذا المشروع والمحاور التي وضعتم فيها الألواح الشمسية. موضوع الإنارة هو أيضا نعم. عمل مهم ضمن مشاريع هيئة الإدارة المحلية والبيئة. وفي الفترة الأخيرة وأعتقد أكثر من سنتين تم إنجاز هذا المشروع في مدينة قامشلو. حقيقة المشروع ليس حيوي بالشكل المطلوب، كون الطاقة الشمسية هو طبعا الاعتماد على الطاقة النظيفة هو موضوع بيئي وإيكولوجي، ونحن ندعم هذا الشيء، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا أيضا في مديرية البيئة التي هي تابعة للهيئة. ولكن تبين من خلال التجربة أن مشاريع الطاقة الشمسية غير يعني جيدة بالنسبة للوضع، كونها تحتاج إلى تكاليف لاحقة وإلى بطاريات وإلى مشاكل كثيرة نتعرض لها نحن في البيئة، ولا تتلائم مع الوضع الذي نعيشه حاليا. نقول هل كان مشروع فاشل؟ نستطيع أن نقول أننا استفدنا من هذا المشروع كي لا ننفذ مشاريع أخرى، ولكن يمكن الآن هناك مشاريع أخرى للإنارة في نعم. العديد من المدن. نعتمد على الطاقة الأخرى كوننا لم نفلح في هذا المشروع. لو نحكي عن تكاليف مشروع الإنارة والجهة الداعمة لها المشاريع، طبعا هناك العديد من المشاريع التي هي على مستوى البلديات. بالنسبة للإنارة سيد سليمان، طبعا نعم. بشكل خاص أنا أقصد الإنارة. هناك بعض البلديات التي اختارت أن تنير شوارعها وبالميزانيات المخصصة لها. لا توجد أرقام رسمية عندي صراحة، ولكن هناك المشاريع كثيرة. ولكن في مدينة الشدادي بشكل خاص هناك حاليا مشروعين للإنارة لكامل مدينة الشدادي، وهي مشاريع أعتقد سوف تكون مشاريع تشمل أغلبية المدن ضمن مدينة الشوارع ضمن مدينة الشدادي، وتكاليف لا توجد أرقام واضحة لدي، ولكن هي أكثر من $200,000. نعم، راح أرجع للإنارة بالطاقة الشمسية. لم تذكر المحاور التي وضعتم فيها الألواح الشمسية، هل ستقومون بإزالتها؟ هناك بعض المشاكل أستطيع أن أشرحها للرأي العام. طبعا في وقت أن الطاقة الشمسية وموضوع البطاريات وتكاليف اللاحقة بعد إنجاز المشروع تعتبر من المشاكل المهمة، وعدم قدرة البلديات على تحمل هذه التكاليف. نعم. هناك مشاكل أخرى أيضا متعلقة بالنوعية التي وضعت، ومتعلقة بالتعديات. نستطيع أن نقول هناك تعديات على هذه المشاريع، وبالرغم أننا حاولنا وشكلنا العديد من اللجان من أجل أن نوضح المشاكل التي تعيشها هذه الخطوط، لم تتوضح لنا، كون هناك كانت بأساليب مختلفة. تعديات هي أقصد مخالفات، أو نستطيع أن نقول هناك سرقات لبعض الخطوط من الأهالي يعني، ولم يتوضح لنا، وما زلنا نحن نعيش هذه المشاكل، يعني مشاكل التعديات والمخالفات. بالرغم قيام هيئات الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع بلديات الشعب بتنفيذ مشاريع خدمية جديدة وترميم بعض المشاريع القديمة، إلا أنها لا تسلم من انتقادات الشعب، والتي تدور حول ضرورة إيجاد حلول دائمة وليس الاعتماد بحلول مؤقتة. ما رأيك؟ طبعا. وهل هذا صحيح سيد سليمان؟ هذا أكيد
بالظروف التي نعيشها. نعم. يعني في ظروف الحصار وعدم تأمين المواد بالمواصفات النظامية والمشاكل التي نعيشها بعدم توفر الطاقة الكهربائية مثلا، والظروف التي تمر عليها عموم المنطقة، بالتأكيد أغلبية المشاريع ليست بالمواصفات القياسية والتي نستطيع أن نقول يستفيد منها الشعب بشكل دائم. مثلا المولدات، مثلا الطرق، مثلا المشاريع الأخرى، الإنارة. هذه السبب الأساسي هي الحصار المفروض على المنطقة والظروف التي نعيشها نحن هنا. لذلك من الواضح أن أغلبية المشاريع أو العمل هو عمل مترافق مع الثورة والأزمة والحرب والوضع العام الذي نعيشه. نعم. طبعا نحن في البلديات المشاريع الخاصة التي تتطلب المواصفات القياسية والنظامية موجودة. هناك العديد من المهندسين والدراسات الرسمية والمواصفات، ولدينا تجارب في هذا الخصوص. يعني اختيار المواد بالنوعية النظامية تكلفنا ليست فقط ميزانيات، تكلفنا وقت طويل جدا. يعني نحن ننتظر بعض المواد لتأتي من الخارج أشهر إلى أن نتفق مع الشركات ونعمل العقود، وتأتي من ألمانيا أو تأتي من الصين أو تأتي من الخارج، تأتي بالتهريب. نعم. تأتي بالظروف الغير مثالية، يعني كوننا نعيش هذا ما أقصده يعني. وهناك العديد من المشاريع التي تأخرت وتوقفت بسبب هذه الأمور. يعني هناك بعض العنفات وهناك بعض المضخات التي جلبناها من الخارج استغرقت أشهر، وبالطرق الغير شرعية، يعني بطرق الأخرى استطعنا الحصول عليها. هذا يعني كله هل يؤثر نستطيع طبعا. نقول أنكم تعتمدون على حلول مؤقتة؟ كيف تتابعون شكاوى المواطنين سيد سليمان بالنسبة لها المواضيع؟ الحلول الاستراتيجية، المشاريع من ناحية النوعية ليست مؤقتة. نعم. مثلا الصرف الصحي ليس مؤقتا، المشاريع المياه ليست مؤقتة. كما ذكرت الطرق، لا نود أن ننفذ مشاريع مؤقتة بمواد غير نظامية. ولكن بالنسبة للشكاوي، نحن في الهيئة وأنا كرئيس مشترك للهيئة يعني أستقبل جميع الناس. باب المكتب لدي مفتوح بشكل دائم، والهواتف والصفحات الانترنت لدي مفتوحة بشكل دائم لأستقبل الشكاوي. نعم. وهناك أساليب رسمية للتعامل مع المشاكل. وحقيقة نحن في الهيئة، هيئة الإدارة المحلية والبيئة، الأكثر تعاملا واحتكاكا مع الشعب. وأنا شخصيا موجود في أغلبية اجتماعات الشعب التي عقدت في البلديات. نعم. واستمعت للشكاوي والمشاكل بشكل مباشر. وحتى أنني كشخص أعمل جهود كبيرة وأقسم وقتي حتى لزيارة الأشخاص والمناطق التي فيها شكاوي والتي لم يستطع الرفاق الآخرين في الرقابة الداخلية أو في البلديات حل هذه المشاكل. ونحن نتابع هذه المشاكل، وهناك شكاوي كثيرة. لماذا؟ أود هذه نقطة وسؤال جدا مهم. يعني في هذه الظروف الصعبة، في ظروف التفاوت نستطيع أن نقول الفكري، والتفاوت في فروقات الأسعار، وارتفاع الأسعار العقارات، وانخفاض قوة أو نستطيع أن نقول سيطرة النظام الإداري للإدارة الذاتية، أو نستطيع أن نقول للدولة. هذا كله يؤثر على ظهور أو ازدياد الشكاوي، أفكار لدى الشعب بالحصول على مخالفات، بالسيطرة على بعض الموارد، بتجاوزات على الأملاك
العامة والمشاكل ما بين السكان المواطنين فيما بينهم، القرى التي كانوا يعيشون فيها منذ مئات السنين. تلاحظ أن الجيران في القرية أصبحوا يشتكون من حدود البيادر وما إلى ذلك. يعني نستطيع أن نقول أن الوضع الذي يعيشه الشعب حاليا يكلف على الهيئة أعباء كثيرة في متابعة الشكاوي والمشاكل اليومية التي نعيشها. نعم سيد سليمان، رح نحكي عن مشكلة المياه لكن بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام في حلقة خاصة من برنامج بانوراما 2021 حول المشاريع الخدمية في إقليم الجزيرة. سيد سليمان، تعتبر مشكلة المياه من أكثر الملفات الشائكة وتحديدا في مدينة الحسكة نتيجة وجود الآبار الرئيسية في منطقة جيش الاحتلال التركي. برأيك متى تنتهي أزمة المياه في الحسكة؟ ما هي الحلول الممكنة من تخفيف هذه المشكلة؟ أكيد المشكلة أصبحت مشكلة هي حرب على المياه، وهي موضوع سياسي. يعني الدولة التركية، دولة الاحتلال التركي بعد احتلال محطة علوق والسركانية أصبحت تسيطر على المورد الأساسي للمياه في المدينة، وبقرار سياسي وللضغط على الإدارة ذاتها يتم قطع هذه المياه. هذه مشكلة كبيرة نحن نعيشها، وكانت لنا في هيئة الإدارة المحلية والبيئة ومديرية مياه الحسكة بشكل خاص جهود كبيرة في تأمين المياه، وتم تأمين المياه إلى هذا الوقت يعني للأهالي حل المشكلة. ولكن سيستمر هذا الوضع والمشكلة طالما هناك احتلال لعلوق، وطالما هناك احتلال تركي ودولة تركيا تعمل بهذه الذهنية الشوفينية وذهنية الاحتلال لضرب الإدارة الذاتية. لذلك نحن في الإدارة الذاتية كانت لدينا العديد من المشاريع لحل هذه المشكلة، أو نستطيع أن نقول لتأمين المياه لأهلنا في الحسكة من خلال تأمين الصهاريج. هناك العشرات من الصهاريج التي تم تأمينها لمدينة الحسكة خلال عام 2021. طبعا مشكورين الرفاق في شمال شرق سوريا، كانت بجهود من طبعا هذه كلها تعتبر ميزانيات للهيئة. يعني أن الرقم الذي ذكرته هي مشاريع استثمارية فقط، ولكن إذا ذكرنا المصاريف، وهل هالصهاريج تعتبر حل لهذه المشكلة؟ هي حلول تعتبر مؤقتة. نعم. ولكن هناك بعض الحلول الأخرى التي نحن عملنا على إنجازها. مثلا تم حفر الآبار في منطقة شموكة بدعم بعض المنظمات. هذه الآبار هي صالحة للشرب وتعتبر موردا جيدا يعني لتقديم المياه لأهلنا في الحسكة. المشروع الآخر هو إيصال مياه نهر الفرات إلى مدينة الحسكة، وكما ذكرت يعني يعتبر إنجاز تاريخي للإدارة الذاتية بإيصال للمرة الأولى مياه نهر الفرات إلى المدينة، وهذا المشروع أنجز. ولكن هناك بعض المشاكل ومشاريع الأخرى لإتمام هذا المشروع. يعني مبدئيا المياه وصلت إلى مدينة الحسكة، ولكن حاليا هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ وسوف تكون أيضا سينفذ في عام 2022 استكمالها في عام 2022، وهو محطة تصفية المياه في الشدادة، ومحطة تصفية المياه في مرقدة، ومحطة صور تم إنجازه في الآونة الأخير في الأيام. ما زال هذا مستمرا، ولكن تم إنهاءه. يعني الذي أقصده أن هذا المشروع هو مشروع استراتيجي. نحن في مديرية المياه بالحسكة تم
تشكيل قسم خاص، إدارة خاصة لهذا المشروع، ويتم العمل على تأمين كافة الظروف للاستمرار الدائم بإيصال مياه نهر الفرات إلى نعم سيد سليمان، أيضا في موضوع المياه نشاهد حفر عدد كبير من الآبار الارتوازية في مدينة قامشلو. السبب من وراء حفر تلك الآبار؟ موضوع المياه في مقاطعة قامشلو في مدينة قامشلو والمدن الأخرى لا توجد مشكلة للمياه. المياه متوفرة، وتصل المياه إلى أغلبية السكان والمواطنين في مدينة قامشلو وإلى مدينة ديريك وغيرها. طبعا اعتمادنا الأساسي هو على مياه نهر سد السفان، نعم. وأيضا الآبار الارتوازية في الهلالية وعويجة والآبار في المدن الأخرى. ولا توجد مشكلة حاليا، يعني خلال عام 2021 أستطيع أن نقول كان هناك استقرار في توفر المياه. هناك بعض حفر بعض الآبار، يعني هذا يعود لمديريات المياه أو دوائر المياه في المدن، ولكن من الناحية الزراعية لا يتعلق الموضوع بهيئة الإدارة المحلية والبيئة. هذه قرارات تعود للخطط الاستراتيجية لهيئة الاقتصاد والزراعة، ممكن تتعلق بموضوع جفاف، بانخفاض الهطولات المطرية، يعني حفر الآبار من أجل المشاريع الزراعية. هذه قرارات تعود لهيئة الاقتصاد والزراعة، ولكن نحن في هيئة الإدارة المحلية ومديرية المياه في مقاطعة قامشلو الأمور تسير بشكل سلس وجيد. هناك مشاريع، بالأحرى نقول مشروع محطة بلقيس في تل حميس تم حل مشكلة المياه في المناطق الجنوبية. يعني الدولة السورية خلال 60 عام لم تكن تستطيع حل مشكلة المياه في مناطق جنوب الرد وتل حميس وتل كوشر والمناطق الأخرى. حاليا تتوفر المياه في هذه المناطق. هناك بعض القرى التي نحن نصلها عن طريق الصهاريج، وهي أيضا سوف تكون محلولة يعني عن قريب. ولكن مدينة قامشلو نستطيع أن نقول أن الوضع المياه فيها مستقر. نعم. هل يمكننا القول تم الانتهاء من مشكلة النفايات في إقليم الجزيرة بعد مشروع مطمرة النفايات التي تم التنفيذ من قبلكم؟ وهل هناك مشاريع مماثلة لها؟ أكيد ستكون هناك مشاريع، كون المشروع هو مشروع استراتيجي متعلق بكامل إقليم الجزيرة. كما ذكرت العام السابق، مشكلة النفايات في مدينة قامشلو يعتبر إنجاز سياسي للإدارة الذاتية. يعني في الدول المتقدمة حل مشكلة النفايات يعتبر إنجازات كبيرة وتاريخية. نحن في مدينة قامشلو استطعنا أن نحل هذه المشكلة، طبعا بمشروع استراتيجي لا أود أن أخوض في تفاصيله، ولكن حاليا المشكلة انحلت. المكب نافكوري تم إغلاقه كما وعدتكم العام السابق. نعم. تم إغلاق المكب بشكل كامل، وأصبح هناك مكب مركزي لإقليم الجزيرة. تم بناء محطات جمع نفايات في مدينة قامشلو الآن مستمر، في طبعا أنجز، وفي مدينة عمودة تم إنجازه، ومدينة ديريك كونها مدن رئيسية في الإقليم. نعم. ذكرت أنه هناك مشاريع مماثلة لمطمرة النفايات، أين ستكون؟ طبعا باعتبار نحن وضعنا المكب المركزي للنفايات في منطقة بعيدة ما بين مدينة الهول ومدينة الحميس، هناك مشاريع في القادمة. سوف تكون هناك محطات لجمع نفايات في مدينة الحسكة كونها المدينة الأكبر، والمدن الأخرى عند الإمكانية. هناك الكوتشر أيضا ضمن الخطة وتم إعداد الدراسة. يعني نحن نعمل على جمع كافة النفايات في الإقليم بالمكب المركزي ليتسنى لنا التطوير هذا العمل، وهو موضوع استراتيجي أيضا، وحقيقة يتطلب تكاليف كبيرة. لدينا بعض الدراسات ولدينا بعض الأفكار بالخصوص، وهو موضوع تدوير النفايات والحصول على الأسمدة وعلى المواد الأخرى، وهذا موضوع جدا استراتيجي. ونحن هذه الخطوات التي ذكرناها تخدم هكذا مشاريع في المستقبل. رح نرجع لشكاوي المواطنين. السكان لسان حالهم دائما هي تأمين الخدمات لهم، وهم دائمي الشكوى لتقاعس عمل البلديات إقليم الجزيرة. ما المشكلة الرئيسية لديكم من تقديم جزء جيد من الخدمات للمدن والبلدات؟
يعني ليكون صريحا أكثر، نعم. هذه المناطق جميعها مناطق إقليم الجزيرة بشكل خاص لم يتم تقديم أي خدمات أو لا توجد بنية تحتية بالأساس. يعني منذ أيام النظام كانت بقرارات سياسية لعدم نعم. خدمة هذه المناطق لتبقى هذه المناطق فقيرة وغير مخدمة. نعم. بقرارات سياسية متعلقة بالقضية الكردية، متعلقة بالوضع السياسي الموجود، بقرارات بعثية شوفينية كانت متخذة متعلقة بالتغيير الديمغرافي وتوجيه سكان المنطقة إلى مناطق أخرى وتهجيرهم. لذلك بالتأكيد شكاوي المواطنين ومطالب المواطنين هي مطالب محقة، تتطلب ميزانيات كبيرة وتتطلب استقرار سياسي بالموضوع. يعني أغلبية القرى غير منظمة، لا توجد مخططات تنظيمية للقرى بشكل خاص القرى الكردية، لا توجد طرق رسمية للوصول، لا توجد بنية تحتية بالعموم، حتى مشاريع الصرف الصحي في أغلبية المدن، حتى مدننا التي نحن نذكرها كمدن هي عبارة عن قرى كبيرة. يعني لا. حتى مدينة عمودة التي هي مدينة تاريخية معروفة بنضالها القديم، وهناك عشرات الآلاف من أبنائها متوزعين على جغرافيا العالم، وهي تعتبر مدينة صغيرة جدا. يعني وهذا هو الواقع. أنا لا أود أن أشوه الواقع، كون نحن في الإدارة الذاتية هي إدارة فتية وتنتظر الاستقرار السياسي والميزانيات الضخمة، ولكن ما أود أن أشير إليه رغم الحرب ورغم المقاومة ورغم انتصارنا على داعش ومواجهتنا للاحتلال التركي ورغم الظروف الحصار والهجمات والتهديدات وعدم الاعتراف السياسي والاتفاقات ما بين الروس وما بين النظام وتركيا وإيران وغيرهم، نحن نستطيع في الجبهة الخلفية لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة نستطيع أن نخدم شعبنا، على الأقل تأمين الخدمات وما يعيشه الآن من وضع نستطيع أن نقول أن الإدارة الذاتية بإمكانيات متواضعة تقوم بتأمين الخدمات الكثيرة نعم. سيد سليمان، ذكرت الميزانية، كم تقدر ميزانية هيئة البيئة والبلديات في إقليم الجزيرة؟ أستطيع أن أصرح بها بشكل رسمي. حاليا هي 6,675,000 دولار أمريكي لعام 2022، وتم توزيع هذه 6 مليون لعام 2022. نعم. تم توزيع هذه الميزانية على المشاريع وتم تصديقها بشكل رسمي، ونحن مستعدين لأن لا يكون عام 2022 مثل عام 2021، كوننا تأخرنا كثيرا في تنفيذ المشاريع، وهذا التأخر تسبب لنا مشاكل كبيرة بجودة التنفيذ وبتقديم الخدمات وبالاستعجال وبمشاكل كثيرة نحن عشناها عام 2021. نحن نعمل على أن نتفادى هذه الأخطاء والمشاكل في عام 2022. نعم. ماذا بشأن عمليات الفساد والاختلاس ضمن مشاريع البلديات؟ أنا أنقل شكاوي المواطنين لكم. تماما. موضوع الفساد أستطيع أن نقول ليس بالصورة التي يعلنها الرأي العام. نعم. لا أقصد الرأي العام الشعبي لدينا هنا في مناطق شمال وشرق سوريا، أقصد مواقع التواصل الاجتماعي والحرب الشاملة الخاصة التي تشن ضد الإدارة الذاتية. نعم، لكن هناك شكاوي المواطنين وبعض المعلومات الخاصة بنا. طبعا نعم. أنا لا أقول أنه لا توجد هذه المشاكل أو الرشاوي أو المحسوبيات أو ما إلى ذلك، ولكن هناك حرب خاصة سياسية من المتربصين ومن الأعداء الإدارة، وبشكل خاص أنا أقصد في الخارج تركيا والنظام والقوى الأخرى الائتلاف. هذه كلها تعمل على اتهام الإدارة بأن هناك شكاوي وهناك فلان من الناس أصبح غنيا وفلان من الناس هرب إلى الخارج وما إلى ذلك. هذه كلها قد تكون هناك أمثلة، ولكن بالعموم لا يوجد هذا الكم الهائل. كون نحن ضمن الإدارة هناك آليات محاسبة أصبحت قوية، وهناك انضباط وشفافية في هذه الأمور، ونحن هناك في عام 2021 تم تأسيس الرقابة
عامة، وأصبحت هناك رقابة داخلية، وهناك تفتيش، وهناك أمور كثيرة. هناك عقوبات بشأن ذلك؟ بالتأكيد هناك ليست عقوبات فقط، واعتقالات أيضا نعم. بالشكل الرسمي من خلال المحاكم ومن خلال الأصايش ومن خلال اتخاذ الخطوات الرسمية استنادا على شكاوي الشعب أو استنادا على الجولات التي تقوم بها الرقابة الداخلية والأساليب التي نحن نتبعها ضمن الإدارة الذاتية. ولكن أود أن أؤكد أن موضوع الفساد بشكل خاص والرشاوي والمحسوبيات ليس بالقدر الذي يتداوله الصفحات التواصل، الصفحات الوهمية أستطيع أن أقول. وهذا لابد لشعب أن يدافع عن إدارته بهذا الموضوع. يعني البلدياتنا تخدم هذا الشعب. لو نذكر نسبة الفساد بعيدا عن الصفحات الوهمية، يعني نسبة الفساد أستطيع أن أقول لا تشكل إلا شيئا قليلا. لا أود أن أذكر رقم واضح، كون أنا المسؤول العام عن أغلبية البلديات لم يكن هناك محاسبة بالشكل الذي يتصوره الآخرين. سيد سليمان، بشكل آخر، هل وصل لكم أي ملفات خاصة بالملفات الفساد؟ طبعا هناك ملفات فساد، هناك تحقيق في العديد من لكن تذكر أنه ليس بالنسبة، يعني عم تذكر أنه وضع عدد قليل جدا. طبعا هناك العديد من الملفات التي نحن نحولها إلى الرقابة العامة، يتم التحقيق في هذه الملفات. هناك معتقلين ضمن البلديات حاليا في هذه اللحظات موجودين في التحقيق وموجودين في السجن. هناك محاسبة قوية. ولكن أنا كنت أود أن أشير إلى الغاية من الحرب الشاملة الخاصة، تشويه الإدارة الذاتية، اتهام الإدارة بأنها أصبحت تتوجه إلى هذا، ليس بهذا الشكل. هناك العشرات الآلاف من الأشخاص الذين يناضلون بالرواتب الزهيدة التي تقدمها الإدارة الذاتية من أجل تطوير وتحديث وانتصار هذه الإدارة، من أجل بناء مشروع ديمقراطي يخدم شعبنا. هذا من المهم أن نشير إلى هذه الطبقة التي هي الأغلبية الساحقة. هناك بعض من يتوجه إلى الإدارة من أجل الراتب أو من دون مبادئ أو من ما إلى ذلك، أو حتى قد يعمل على المحسوبيات وعلى الرشاوي وعلى سلوك أساليب أخرى للاستفادة المادية. ولكن بالعموم نحن أبوابنا مفتوحة في الهيئة وفي البلديات، ونحن أشخاص موجودين حتى مع شعبنا وبشكل دائم ونسمع هذه الأمور كلها. لذلك كل ما تقدمه الإدارة الذاتية للشعب من خدمات، من مياه، من كهرباء، من غاز، من خبز، كلها تعتبر رمزية. لابد لشعبنا وبشكل خاص عموم المواطنين أن يعرفوا هذه الحقيقة. يعني ماذا يقدمون مقابل التكاليف الهائلة التي نحن نحصل عليها؟ نقدم مياه الشرب للمواطنين ب500 ليرة. 500 ليرة لا تعطيها لطفل يذهب إلى المحل يشتري بطاطا دربية. يعني من المهم أن نعرف هذا. الكهرباء، ما يقدمه المواطنين لدعم الكهرباء لكن هذه من واجباتكم سيد طبعا سليمان. نحن هذه قرارات من الإدارة الذاتية أن نخدم شعبنا في هذه الظروف. نحن نقدم كل شيء في الإدارة بشكل رمزي. وتكلف أعباء هائلة. يعني أستطيع أن أقدم رقما 375 مليون دولار أمريكي نحن نخسر في الإدارة الذاتية سنويا فقط مقابل المازوت ومقابل الخبز فقط، والخدمات والمياه والغاز. قنينة الغاز الواحدة نحن نخسر في الإدارة الذاتية أكثر من 13,000 ليرة سورية. يعني هذه كلها أعباء لابد لشعبنا أن يعرف. طبعا نحن نتخذ هذه القرارات ضمن الإدارة من أجل أن نساعد شعبنا، ولا بد للشعب أيضا أن يعرف هذه الحقيقة. يعني من ناحية استخدام هذه المواد، الترشيد في استخدامها، استخدام الكهرباء، استخدام الماء، يعني هناك صرف كبير جدا، وبسبب كون لا توجد ساعات تنظم الفواتير والإيصالات لهذه الأمور للكهرباء وللماء. إذا كانت هناك فواتير ونحن نتطلع طبعا لتنظيم هذه الأمور، سوف تكلف على الشعب أعباء كبيرة جدا، وهذه الظروف نحن نقدرها. وطبعا هي من واجبات الإدارة الذاتية وواجبات كافة النظم والدول في العالم. ولكن في كل دول العالم غير الإدارة الذاتية
الإيصالات هناك والفواتير مقابل. هي هائلة مقياسا ما نطلبه من شعبنا. سيد سليمان، في نهاية الحلقة، ما هي أبرز خطط والمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبلكم خلال العام القادم 2022؟ هناك مشاريع نحن أستطيع أن أذكرها بشكل واضح، على رأس مشاريع المياه في مدينة الحسكة، مشروع كما ذكرت الشدادي ومشروع مرقدة، وإيصال المياه بشكل دائم إلى مدينة الحسكة. يعني هذه مشاريع جدا بالنسبة لنا مهمة. هناك مشروع استراتيجي أيضا لمدينة قامشلو، وهو مشروع الصرف الصحي لمنطقة عنترية. نعم. هناك مشكلة كبيرة في الصرف الصحي في تلك المنطقة، ونحن نعمل على حلها، والآن سوف يكون في الفترة القادمة إن شاء الله هذا المشروع منجزا. سنحل مشكلة الصرف الصحي خلال عام 2022 لكامل مدينة قامشلو. مشروع أيضا مهم هو مشروع الغابات. نحن مقصرين في الأعوام السابقة من الناحية الإيكولوجيا والبيئة. مشروع جديد؟ مشروع جديد الغابات هو مشروع طويل الأمد، وطبعا نحن اتخذنا القرار به، وهو أستطيع نشره بعجالة. يعني هناك زراعة للآلاف الأشجار في مناطق الإدارة الذاتية، ولكن لا يوجد رعاية لها، ولا توجد أماكن مخصصة لزراعة الأشجار، ولا توجد غابات في قريبة في المدن التي نحن نعيشها. الغطاء النباتي أصبح قليلا جدا، لذلك نحن اتخذنا في مديرية البيئة ضمن الهيئة بتحضير أرضية للغابات، أماكن الأشجار، طرق المؤدية لها، زراعتها وإروائها وحفر الآبار قبل أن نزرع الشجرة. في أي منطقة سيتم تنفيذها؟ في مدينة ديريك موجودة، في تربسبية، في قامشلو، في الحسكة. كلها ستكون هناك مساحات كبيرة تخصص وتجهز الأرضية فقط قبل أن نزرع الشجرة. عندما تريد منظمة أو الشركة أو مؤسسة من مؤسساتنا أو مكاتب المرأة بالمناسبات زراعة الأشجار، تفضلوا، هاي أماكن الأشجار موجودة، ونحن سوف نراعي هذه الأشجار، يعني سنسقيها ونهتم بها تصبح بالفعل أشجارا. هذه خطة جدا مهمة، وتم تخصيص لها ميزانيات ضمن ميزانية عام 2022. يعني هناك مشاريع بهذا الخصوص. طبعا مشاريع الطرق أيضا، هناك بعض المشاريع، طريق عنبارة الدولي لحل مشكلة طريق علي فرو، ونحن هلا حاليا جهزنا الدراسة، ولكن الرفاق في شمال شرق سوريا هم من وعدونا بتقديم الميزانية لهذا المشروع، وهو مشروع مهم لحل مشكلة طريق الحسكة. هناك دراسة للطرق الاستراتيجية، وهذا نحن نعمل على أعداد الدراسة، ولكن أعتقد هذه المشاريع مرتبطة بالحالة السياسية العامة. طريق ديريك قامشلو درباسية هو طريق حيوي جدا، والكثافة السكانية في هذه المنطقة عالية جدا، وهذا الطريق أصبح مكتظا بالسيارات، وهناك صعوبة جدا في التحرك والانتقال بين هذه المدن. هناك دراسة بتوسيع هذا الطريق، ونعمل في عام 2022 إن شاء الله أن نبدأ به، وهو سيكون مشروع استراتيجي ممكن أن يستغرق سنوات، ولكن من المهم أن نبدأ على مراحل. نعم، شكرا لك سيد سليمان على حضورك معنا اليوم. شكرا جزيلا لك. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة من برنامج بانوراما 2021 حول المشاريع الخدمية في إقليم الجزيرة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في الاستوديو السيد سليمان عرب، الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.